السلام عليكم ومرحبا بكم في طبخ سوسو. اليوم واجد نحضر معاكم هاد الوصفة نتاع مبسس الساك اللي يجي بزاف بنين ويجي يدوب في اليد قبل الفم. نروحوا مع بعض نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. هنايا كما راكم تشوفوا عندي 3 كيلات نتاع السميد يكون خشن او نصف خشن. نضيف عليه هنايا ملعقة صغيرة نتاع سكر، زائد نصف ملعقة خميرة كيميائية، زائد ملعقة صغيرة ملح. نخلط هاد المكونات الجافة مع بعض. وعندي هنايا نصف كيلة نتاع زبدة دايبة او سمن، ونكمل عليها بالزيت، يعني كيلة نصف سمن او زبدة زائد زيت. وهنايا نروح نبسس هداك السميد مع الزيت والمارغرين، نبسه مليح ما بين يديا حتى يدخل هداك الزيت والزبدة يدخل في السميد ويتشرب مليح. وهنايا نفس الكيلة اللي كيلت بها السميد والزيت والمارغرين نكيل بها الماء، عندي كيلة نتاع ماء. ونبدا نلم هنا في العجينة نتاعي الماء، ماذا بكم ديروا على شكل دفعات. انا الماء هنا درت على دفعتين. نكمل نلم العجينة نتاعي هنايا بلا ما نعجنها، راح نلم غير هذاك السميد هكا بيديا ونخليه لمدة 5 دقائق يريح، ونشوف هذاك السميد نتاعي اذا يشرب ولا ما يشربش. كما نعرفوا السميد هنايا انواع، فيه اللي يشرب الماء وكاين اللي ما يشربش. انا غادي نخليه يرتاح لمدة 5 دقائق، ما نعجنه ما والو. اذا هنايا بعد ما فاتت 5 دقائق كما راكم تشوفوا هذاك السميد تشرب. هنا راح نعجنها غير باطراف الاصابع، منحاولش ندلك. وهنايا نتحصل على عجينه تكون طريه كما راكم تشوفوا. غنقسمها الى نصفين، ونجيب الطاجين اللي راح نطيب فيه هاد المبسس ورشيته بشويه سميد، ورايحه نحل الكره الاولى على شكل خبزه. هنايا في الشكل تختاروه نتوما كيف تبغيو ديروا هكا على شكل قريصه، تبغيو ديروه مربعات كما انا راح العجينه الثانيه نديرها على شكل مربعات، تبغيو ديروه مثلثات، يعني الشكل يبقى اختياري. انا نحاول نسوي لها الوجه نتاعها ونسقمها مليح باش ميبقاش فيها هذاك التشققات. هنا استعمال الملعقه يساعد بزاف باش نسوي لها الوجه ويجي الوجه نتاعها املس بدون تشققات. وهنايا ندير لها هذاك الثقب في الوسط، ونروح نطيبها على نار تكون شويه قويه. وهنايا نبدا نحرك فيها مره على مره حتى تطيب من التحت، ومن بعد نجيب هذيك القراصه ونقلبها على الجهه الاخرى ونخليها تطيب كما راكم تشوفوا هنايا. وهنايا الكره الزاوجه انا فضلت نديرها مربعات كما راكم تشوفوا ونطيبها بشكل عادي. هنايا العجينه نتاعكم نتوما تتحكموا فيها كيفاش تطيبوها واش من شكل تفضلوا. اذا هنايا بعد ما طيبتها وكملتها كما راكم تشوفوا كانت هذه هي النتيجه تاع المبسس. صراحه يجي بزاف بنين ويجي هشيش ويجي يدوب في الفم. نروح هنايا نقسم معاكم مثلث. هنايا كما نعرفوا تقسام تاع المبسس دائما يجي على شكل مثلث، وهذه وصفه تقليديه بزاف بنينه. اذا ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم وتكونوا استفدتوا من الفيديو. وما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ونلتقي في وصفه اخرى ان شاء الله. مع السلامه.